الضيافة، حيث جسد المغاربة مرة أخرى قيم الكرم وحسن الضيافة، وحرصوا على توفير تجربة إنسانية ثقافية مميزة لكل المنتخبات والجماهير الأفريقية، الشيء اللي يقوي أواصر الأخوة والانتماء طبعا في افريقيا ولكل البلدان والشعوب الافريقيه. دونك النجاح باهر هذا يؤكد المغرب بات فاعلا محوريا في المشهد الرياضي الافريقي، وقاد على احتضان اكبر التظاهرات الرياضيه القاريه كانت او الدوليه بكل اقتدار، مساهم بذلك في الارتقاء بكره القدم العربيه وتعزيز إشعاعها الإقليمي العربي والإفريقي والدولي. فهنيئا لنا بالمغرب وهنيئا للمغرب بما قدمه لحد الآن، وتصفيقا للمغرب على هذا الإنجاز وعلى هذا التنظيم وعلى هذا الامتياز. ما نعرفش كان تحب تعلق حامد. هو الحقيقة ما تعرفه المغرب من نهضة صراحة نفتخر به، لأنه في الأخير هم أشقاؤنا ونحن نفتخر بهم ونتمنى أن نكون في مستواهم، لأنه صراحة لو تلاحظ عادل أنت قلت ما تشهده المغرب من نهضة ماهوش موجود حتى في بعض الملاعب الأوروبية الكبرى. لا عادل، حتى في الأسبوع الفارط لاحظنا كيفاش فما مباراة في قطر توقفت بسبب ما حبينا نسميه، احنا حابين نحكيو على اوروبا. اي اما هاك تشوف عادل الامطار تبارك الله، امطار الخير ان شاء الله معناها تتهاطل منذ ايام في جميع الملاعب المغربيه. لا لقينا قلته نتاع ماء ولا لقينا خدام بركلات يجبد في الماء، معناها ودخلوا الى مستوى احتراف بشكل معناها راقي جدا. هو تصديقا لقولك كل شيء كان استثنائي، وهذا قلناه قبل انطلاق الدوره، كنا وكبنا يعني التجهيزات الرياضيه وحكينا على الملاعب والمنشات اللي باش تحتضن كاس افريقيا، ايضا الفندقه والتحضير اللوجستي لكاس افريقيا تمهيدا لكأس العالم. فأتينا على كل طبعا التجهيزات وكل المرافق اللي أشدنا بها، وهذه حقيقة دون مبالغة ومساحيق. البارح مراسلنا حمزة الطياشي ارتكب خطأ جسيم عندما تحدث على أشياء لم تكن موجودة وبشكل استفز أصدقائنا في المغرب، فنعتذر صراحة ونعتذر على ذنب لا ذنب عليه. نشوفوا المغرب في هذا التقرير، تقرير يحطنا في صورة الاستعدادات والامكانيات اللي سخرتها دوله المغرب الشقيق لكاس افريقيا ولهذا الحدث الرياضي الكبير. انيس السحباني. عادل، انا نشوف الحقيقه معناتها التنظيم اللي قاعدين نشوفوا فيه والاصداء خاصه بتاع تنظيم المغرب للبطوله ذي، راهو معناتها نشوفوا في مواقع عالميه وفي الصحافه العالميه يحكيوا على التنظيم والانفراستركتور اللي موجوده. نحب نقول حاجه، معناتها المغرب تبع موديل قاعد يتعمل في السنوات الاخيره. عادل عدمته قطر، تعتمد فيه السعوديه، تعتمد فيه المغرب. انه نذكروا انه المغرب يحتضن راهو في تصفيات نتاع كاس العالم تقريبا 80% من المباريات نتاع البلدان اللي ما عندهمش معناتها ما يلعبوش في بلدانهم يلعبوا في المغرب. وهذه استراتيجيه راه معناتها الناس ذكيين في انه يجربوا، قاعدين يشوفوا شنو النقص، شنو عملتها قطر تقريبا حتى مع المنتخب نتاعها، معناتها هزت لعبوا حتى في كاس كوب معناتها كاس امريكا الجنوبيه، نظموا بطولات تعمل فيها السعوديه، تنظم في الالعاب الاولمبيه المحليه. دونك الموديل المغربي قاعد صحيح يتبع في نظام تاع منتخب بلدان عربيه قاعد تتبع، لكن بصراحه معناتها ابهار كبير خاصه على مستوى البنيه التحتيه كما كنا نشوفوا في الملاعب. معناتها تقريبا من مباراه تونس 90 دقيقه معناتها والمطار تصب 90 دقيقه، ومعناتها بلا شفنا لا ملاعبيه ضربت ولا شفنا معناتها. وبالنسبه انا معناتها مشينا معناتها تقريبا 6 7 كؤوس افريقيه عادل شفنا تصير راهو معناتها انه، لكن ما اعتقد معناتها الاخوان المغاربه ما اعتقدش انه معناتها واحد من المراسلين انه على سوء نيه معناتها ينجم يكون قال معناتها كلمه ولا قال جمله مال بلاسي، لكن معناتها نعولوا ديما على رحابه صدر الاخوان المغاربه اللي نعيشوا معهم في الخليج وناس محترمين جدا، نعولوا انه معناتها نحاولوا نتجاوزوا الكلام، لانه احيانا راهو الانسان يقول معناتها جمله معناتها ما يقدرش بتاع هو الحق باش نبداو واضحين يعني اتصلوا بي اليوم العديد من الزملاء المغاربه في التلفزيون المغربي في الاذاعات، ايضا محمد مقروف بلادروا نتاع فوزي لخجع اللي قال نتفاهموا والتوانسه يحبونا واحنا نحبوهم وهذه بلادهم وهما في بلادهم الثاني. دونك حزت في انفسهم انه قال
مريتوا كل شيء معناها بالنسبه للمراسل كل شيء باهي، معناها مريتوا كان ضوء قصر دقيقه ونصف في المركز الصحفي، وعندهم الحق لما حاله، ونعتذر بهذا ونعتذر مره اخرى. فاصل شهر. وايضا ما نعرفش مختار يحبوا يتكلموا على التنظيم وعلى حاضرين. قل لي كان حاضرين، قل لي يلا حاضرين. قل لي من المغرب حمزه الطياشي حاضر معنا مع محمد الفيس. حمزه مرحبا بك، اهلا وسهلا. مساء النور عادل، تحيه ليك، تحيه لكل مشاهدينا على قناه الحوار التونسي، تحيه لكيب الكل في البلاتو، الناس اللي تتفرج فينا. موجودين كما العاده في العاصمه المغربيه الرباط. كما قلت اليوم كان المنتخب الوطني التونسي واصل تحضيراته بعد انتصار كبير البارح على المنتخب الاوغندي، واصل تحضيراته لقمه السبت المنتظره ضد المنتخب النيجيري. منتخبنا اليوم عمل حصه تدريبيه ولا حصه ازاله ارهاق بالنسبه للاعبين اللي لعبوا البارح المباراه في مقر الاقامه وفي منزل الاقامه، والعشيه كانت حصه تدريبيه بالنسبه للفريق الثاني اللي ما شاركوش في المباراه. بالنسبه الناس الكل تتساءل وتسال على الوضع الصحي للاعبنا ومهاجمنا حازم الماستوري. حازم اكدوا دكتور الفريق الدكتور سهيل الشاملي انه البارح مع دقيقه 13 تقريبا كان فما تداخل بينه وبين احد لاعبين اوغندا، وكان فما ضرب على مستوى الفم، على مستوى الفك نتاعو. قال بعدها حسيت انه حازم ماهوش عادي، دونك خيرت انه تواصلت مع الاطار الفني انه يغادر حازم الفريق. وبعد عملنا الفحوصات اللازمه وكشفت اللازمه وعمل السكانير نتاعو وتاكد انه لاباس وفي صحه جيده. حازم كان حاضر اليوم في الحصه مع الفريق، حصه ازاله الارهاق، وان شاء الله باش يكون حاضر غدوه في الحصه التدريبيه مع المنتخب الوطني التونسي. عادل منتخبنا اللي وصل تمارينه لهنا في الرباط واستعدادات نتاعو لمباراه نيجيريا غدا باش تكون حصه تدريبيه مغلقه. اليوم كيف كانت مغلقه للوسائل الاعلام ولا التصريحات، باستثناء تصريح للدكتور سهيل الشاملي. غدا باش تكون كيف من بعد نهار الجمعه باش يكون التحول عادل لمدينه فاس ويمشي يتعب المباراة نهار السبت. بالطبيعة نهار الجمعة التحول باش يكون الصباح بكري، لأنه الفريق عنده بالطبيعة الكوتش سامي الترابيسي مع أحد اللاعبين باش يكون عنده الندوة الصحفية، والعشية باش تكون الحصة التدريبية الأخيرة لنسور قرطاج قبل مواجهة نيجيريا يوم السبت في مدينة فاس. بالنسبة للجماهير التونسية اللي كانت فرحانة برشا بالانتصار وكانت بارتاجيت وشاركت الانتصار هذايا والفرحة مع الشعب المغربي نسمع فيك عاد. حمزه الطياشي، بالنسبه للجماهير التونسيه كانت فرحانه برشا بالتاكيد بالانتصار والاجواء والروح القتاليه اللي ظهر بها المنتخب التونسي، لكن الجماهير المغربيه ما كانتش فرحانه بالمداخله نتاعك البارح. عندكش ما تفسر؟ صحيح هو اللي نحب ناكده قبل كل شيء عادل، واللي نحب نقوله انه راهو ما كانت فما حتى خلفيه سيئه ولا سلبيه وراء الكلام اللي قلته، ويمكن كان فما سوء فهم للكلام اللي قلته. ان التصريح اللي قلته البارح واللي تكلمته البارح كان وليد اللحظه، معناتها اعطيت معطى بتدر في اللحظه هذيك. احنا تعرف بطبيعه عملنا يا عاده انه نقوموا بعديد التقارير في الحصه في اليوم الواحد، ونقوموا بزوز وثلاثه تقارير. شفتوا البارح بخلاف التقرير الاول اللي كان قبل المباراه، التقرير الثاني كان بعد المباراه. كنا تحدثنا على الاجواء الطيبه في الملعب الاولمبي في الرباط، الملعب والامتياز الكبير اللي كان فيه. حكيت زاده على الحفاوه الكبيره للشعب المغربي ووقفته مع الشعب التونسي. حكيت زاده وخذيت المواطن المغربي وتذكروا المشجع المغربي اللي كان موجود في المدارج، وكنت وقفته بالذمه وحكينا معه وشكرناه، قلنا له ميرسي بوكو على وقفتكم معنا وحضوركم معنا بعد غفيره البارح في الملعب الاولمبي بالرباط. معناتها كان فما نيه سيئه ورا كلامي ولا فما نيه سيئه كما شفت اليوم في بعض التاويلات الكلام اللي قلته. صراحه راني ما مشيتش في الثنيه هذيك، واللي عنده سوء نيه يقعد عنده سوء نيه معناتها عادل، وتكون عنده كما شفت برشا كلام على اجندات ولا غيره. اما انا بكل حسن نيه كنت تكلمت. كان تصريح وليد اللحظه في اللحظه هذيك انقطاع التيار الكهربائي كما قلت في المركز الاعلامي، ما دامش برشا اللي انا ذكرته خاطر في الهواء مباشره، قلت راني في اجواء المباشر انقطع تيار كهربائي. وكنت انت سالتني قلتني على الملعب الكل، كنت جاوبتك عادل وقلت لك لا راهو الملعب لا استغربت على اسئلتك. انا استغربت لانه نعرف الملعب ونعرف الامكانيات الموجوده في المغرب والتحضيرات اللي كانت يعني حثيثه باشهر يعني سابقه تاع 9 اشهر 10 اشهر، والناس تحضر والناس تجهز. وشفنا ارضيه الملعب في كل الملاعب رغم الامطار الكبيره ما تاثرتش يعني بالعوامل المناخيه. اول حاجه صدمتنا هو كحكايه الضوء، دونك على ذاك تسالنا واستغربنا في نهايه الامر، كانت شبه صدمه. على كل حال حتى وان اخطاء
اخطات التقييم تعتذر عن سوء الفهم ان صح التعبير، وانه النيه معناها طيبه، وما فما حتى حاجه تدعو الى التاويل وتهويل الامور، حتى نغلق القوس بسرعه ونهتم بما هو اهم في علاقه بهذه الدوره المتميزه على جميع المستويات، مثل ما اتينا على ذلك في اكثر من مناسبه واكدنا هذا مره اخرى في سهره اليوم. بالضبط عادل، بالضبط. معناتها تقريبا كل التقارير كنا حكينا واشدنا بهم، وانا شخصيا كنت تكلمت واشدت بحفاوه الاستقبال للشعب المغربي، للسلطات المغربيه، الناس الكل كانت معنا، كانت وقفت معنا، كنا عاونونا في برشا حاجات اللي بالحق نشكروهم. المغرب اللي حكينا عليها على الاستعدادات الكبيره سواء الكان اليوم اللي صايره في المغرب والا كاس العالم ان شاء الله ربي يوفقهم في 2030، واللي متاكد انا المغرب باش تخرج في حله جيده وباش تخرج صوره جيده. انا حاجه برك نحب نقولها عاده في الختام، اذا كان فما سوء فهم بكلامي والا كان فما اي طرف ولا اي مواطن مغربي يتمس من كلامي انا اعتذر منهم. نحب نقول لهم كالعاده رانا اخوه ونقعدوا ديما اخوه، راني ما قصدت حتى شيء، انتم اخواتنا نحبوكم برشا، ان شاء ربي يوفقكم. وكيما كنا مساندينكم في كاس العالم 2022 وفرحنا بالانجاز الكبير للمنتخب المغربي، فرحنا بكل الالقاب المنتخب المغربي واخرهم كاس العالم للشباب، فانه زاد اليوم كيف كيف نفرحوا برشا كاس العرب زاد كيف كيف. الف مبروك الشعب المغربي، نفرحوا برشا كل حاجه فيها مغرب. المغرب تقعد ديما اخوات احنا والمغرب، وراهو ذا لا يفسد الوثقيه. حاجه برك نحب نقولها عادل نختم بها، هذه نساش نختم بها. راهو ما عندنا حتى نيه سيئه، راهو بالعكس فرحانين برشا بالخدمه الكبيره ومبهورين برشا بالنجاح الكبير للمغرب لحد الان. وكالعاده بحكم انا تونسي نقول تحيه تونس، وبطبيعه مدامنا في المغرب وديما كما يقولوا اخواتنا مغرب، اخواتنا المغاربه ديما مغرب عاد. يعطيك الصحة. طبعا حمزة طياشي كنت معنا من الرباط حتى نغلق القوس وحتى نضع حد لهذه المزايدات والكميات اللي قاعدة تصير على خلفية المداخلة نتاعو البارح قبل مباراة تونس في كأس أفريقيا. وأعتقد القوس تسكر كابتن. هو اعتذر يعني ما فماش هنا سيفري، لكن شوف انا الحقيقه من قبل ما تبدا التورنوا ونحن عدينا التيرانات اللي في سبيطار اللي في فند كلينيك فما حتى نتاع سنين نتاع كل شيء. الحقيقه شوف البارح ما نعرفش انا شكر يحكي ولا شكون 90 دقيقه ولا نيس مش 90 دقيقه تصب المطر قبل بخمسه وسته سوايع وشفنا التيران ولعبنا والحمد لله. يعني الحقيقه راهو نفتخروا نحن كمغاربه وكعرب انه عندنا انجازات في المغرب. يعني الحقيقه تشوف التيرانات ولا التيران اللي بحذاه ولا اولمبيك لعبنا فيه البارح اللي هز 22,000. الحقيقه شوف انا المغرب الراها علات ستاندينك كما قطر سارتامامون كما السعوديه ان شاء الله. نحن نفتخروا بثلاثه بلدان هذوما المغرب 2030 ونحن ساندوهم، وخاصه البارح كي تشوف جمهور المغاربه كيفاش قاعد يشجع في المنتخب التونسي وتخلى معاهم فك المطر. نحن نحييهم على الشيء هذا، زاد نحن نبدلوهم نفس التحيه ونقول لهم يعطيكم الصحه على حسن الاستقبال والقبول يعني للمتفرجين التوانسه. وفي نفس الوقت رانا فرحين بالانجازات هذه ورانا في وقت من الاوقات ماذا بينا نتبعوكم هكا وتكون عندنا انجازات كيفكم. راكم طلعتوا السنديك ماذا بينا نحن 2030 زاد فهمتي الكاس العالم يكون يعني بالشيء هذا. تفرج نحن عاده راهو سارتامامون كنا راهو بايتين بالانجازات هذه بالفي اي بي وغيره 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 حتى في يعني ملاعب اوروبيه ماهوش موجود الشيء هذا. راهو الحقيقه يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم على الشيء اللي قاعدين نتفرجوا فيه وعلى التورنوا الحلوه هذه، وان شاء الله تتواصل يعني هكا ونفرحوا نحن اخواتنا المغاربه وان شاء الله كما نقولوا نحن حاسد يعني ماري ولا تحسد الانجازات هذه. وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. يعطيك الصحه. كنغلق القوس وتمنياتنا انه تكمل الدوره على هذا النسق من النجاح والتنظيم الاستثنائي. انتصار الرجله والعزيمه والقليب بالنسبه للمنتخب التونسي اللي استوعب الدرس من خلال بقيه الدورات السابقه اللي خرجنا فيها بوجه محتشم وتعثرنا فيها